غضب وسط الأساتذة والنقابات التعليمية. مأساة أرفود حيث فارقت السادة الحياة بعد اعتداء من تلميذ فجرت صدمة مجتمعية واسعة، وأعادت إلى الواجهة سؤالا حارقا: من يحمي نساء ورجال التعليم؟ هذا يوم حزن، هذا يوم لا يشبه الأيام الأخرى، لأننا الآن كنعيشوا واحد انتكاسة كبيرة، كنعيشوا واحد الألم في الأعماق ديالنا باش النساء ورجال التعليم يوليو ماشي غير يتعرضوا للعنف وإنما للقتل. فهذا هجوم على القدوة، وإلا كنهضروا على الهجوم ديال القدوة فهذا هجوم على المجتمع بأكمله. حنا كنحتجوا كتعبير الرفض ديالنا لجميع اشكال العنف اللي كطال الاستاذ والاساتذه بصفه عامه، وكنعبروا على الرفض ديالنا التام، وكنطالبوا باقصى العقوبات التاديبيه لاي واحد كيمس بكرامه النساء ورجال التعليم. بالرغم من نداءات النقابات والوعود الوزارية، لا تزال الاعتداءات على الأطر التربوية تتكرر، ما يطرح أسئلة حول فاعلية إجراءات الحماية ونجاعة منظومة التأطير والتوجيه داخل المدارس المغربية. كنطلبوا كذلك باش الوزاره التربيه الوطنيه او التكوين المهني اعاده النظر في هذه الظواهر في المذكرات اللي كتنظم هذه الظواهر ديال العنف داخل المؤسسات التعليميه، وتوفير الحرس الانساني او الامني داخل المؤسسات التعليميه. وتشير دراسة رسمية إلى أن العنف ينتشر بمختلف المستويات التعليمية مع ارتفاع ملحوظ في المرحلة الثانوية. تصاعد حوادث العنف في المؤسسات التعليمية يسلط الضوء على حاجة ملحة لإصلاح شامل يعيد الاعتبار لدور المدرسة ويضمن بيئة آمنة تصان فيها كرامة الأطر التربوية وتحصن فيها الأجيال القادمة. أنس عياش، الشرق، الرباط.